فالمنتخب الاولمبي جه يلعب ماتش مع المحله، واللي موجودين على الساحه 10، ما صعدوش حد من الناشئين. كابتن الناوي رحمه الله عليه قال للدكتور محمود سعد هناخد عمرو الحديدي معانا يلعب. حاج صلاح سيب لنا ذكرى كويسه يا كابتن مصطفى، وعمرو الحديدي هيبقى موجود معانا. حلو. دخلت غيرت، انا امله لامح كده باكويين معديين انا ليا فيهم، هسعد اهلي بقى، رايح اقول لهم الفلوس موجوده. غيرت، كان رحمه الله عليه عم عنتر ماسك الامور الخاصه بالادوات والمخازن بتاعه الفرقه. لبست الطقم بتاع النادي، المنتخب لابس طقمه الاحمر واحنا لعبنا بالطقم الاخضر والشورت الاسود. 35 دقيقه بلعب بدون ضغط، انا طاير، انا ملاك وليس لاعب. هحقق حلم اهلي واعوضهم على التعب اللي شافوه. اديت علقه لمحمد الاسيوطي ما تتكررش. مين محمد الاسيوطي؟ فرود المنيا، وكانوا كسبانين الزمالك قبلها باسبوع 1-0. اوكي. الشوط الثاني لعبت على مصطفى صادق، لعبت مقاولين، عملت شوط مش طبيعي. فدخلت اول 10 دقايق من الشوط الثاني دخلت اغير. كابتن مصطفى جه، الحاج صلاح العجمي بيتفرج، هو كابتن مصطفى رياض، وانا دخلت اغير هدومي. فعم عنتر بيقول لي كابتن عمرو اطلع شوف ايه يا عم عنتر، لما خلص يا عم عنتر اغير هدومي هطلع لك. قال لي اطلع شوف الستاره وافتحها وبعدين رد. بفتح لقيت الكابتن جوهري واقف. كابتن جوهري انت رقم 16؟ قلت له اه. قال لي انت راجع معانا الاتوبيس. قلت له يا كابتن؟ قال لي انت راجع معانا في الاتوبيس. الحاجات دي بتوجع لي قلبي. فقلت له هرجع معاك؟ قال لي اه. دخلت غيرت، الشركه كلمت الكابتن الحاج احمد الششتاوي، مفيش استغنى، عمرو راح المنتخب، عمرو ساب لبسه، عمرو خد لبسه، ركب الاتوبيس، نزل احد الدور. طب الناس هتصدق؟ ده ما حدش هيصدق، ده مفيش جرايد كتبت، ده لو جورنان طالع حتى في نيدو هنشوف اي حاجه، مفيش حاجه جايه. ما لقيتش اي حاجه. قعدت في الفندق، اتغديت، كابتن جوهري قعد معايا، قال لي انا عندي ماتشين زيمبابوي هنا وهناك، مش هقدر اخليك عشان ما تسببش مضايقه وفكر للعيبه. كابتن احمد بكر سلم الكابتن عمرو اللبس. احنا كنا في احد الاماكن في صلاح سالم. روحت ماشي. مش مصدق ولا معكش فلوس؟ لا معايا فلوس، ده لو كانت معايا فلوس ايه، مش موضوع فلوس. مش مصدق. انا شلت شنطه المنتخب، خدت 3 شنط، فهروح ازاي؟ لا خليها بقى متعلقه بقى ونروح بقى. الناس مش هتصدق. طب اعمل ايه؟ طب افكر ازاي؟ الناس هتصدق ان انا دخلت منتخب مصر وهم لسه ما كتبوش اسمي والماتش فاضل له 3 ايام بتاع زيمبابوي، فهيعلنوا ان ضموا عمرو الحديدي؟ لا ما حدش هيصدق. ففي احد الدور كان في حاجه معينه بتاعت المنتخب مكتوبه على الترابيزه، فخدتها. الاسماء. فقال لي ايه ده؟ قلت له اسمي مكتوب ومكتوب عمرو الحديدي ومنتخب الاولمبي، فهاخده معايا. هاخده معايا. قال لي اتفضل. رجعت اتفرجت على الماتش، كسبنا زيمبابوي في مصر 2-0. فحصل مباراه للمنتخب الكبير، والكابتن طارق العشري جاله شد في مباراه كينيا الوديه. لقيت الكابتن سمير عدلي بيكلمني بيقول لي الكابتن جوري بيقول لك تعالى النهارده. يا ما تخلوها يعني بالواقع بس شويه، انا ما لحقتش اخد الشومه الاولانيه. هو اسبوع واحد، او اسبوع. لو صحافه مصر انا ليا دلال عليها وامر ناهي فيها، ما تكتبش عني لمده 16 يوم. اللي بيمرنا على الكره العرضيه الدكتور مصطفى عبده. كابتن الله يرحمه كابتن جوهري. هتسمع كلامي، هتسمع انا بعمل ايه، هتيجي تجري معايا في الجبل، هتيجي. كابتن حسن مختار، شد حيلك جايالك. كابتن سمير عدلي، المنتخب الاولمبي بيلعب المنتخب الكبير نجوم 90. كابتن احمد بكر او اللي هو احمد بكر، يلا بقى يلا. كل ده يا كابتن بيعدي عليك ميني فيلم بس حقيقي. تسمع جمله حياتك كلها لو ارتبطت انك تكتب الكلمه دي. هو كان وعدي لابويا الله يرحمه. الجوهري بريء من اولاد سعد ما عدا عمرو الحديدي. يعني الجوهري بريء من ولاد سعد. انا رحت المنتخب الاولمبي اسبوع، اتمرنت مع نجوم 90 تاني اسبوع. ما حدش طلع معايا خالص، لوحدي. بعد كده انا ونادر، بعد كده انا ونادر وهادي، بعد كده انا ونادر وهادي وابو جريشه. الوحيد اللي كان قبليه علاء طه.
مم. ماتش تشاد. مم. خلاص بقى، عارف اللي مسك فيها مش سايبها. مم. خلاص